السلام عليكم. الأخبار جميلة وفرحتني. الحمد لله. في أم تركية شفيت من السرطان والسبب صادم، فحبيت أعمل الفيديو ده إن شاء الله يكون خير لكل الناس. في واحدة أعرفها بتحكي لي، بتقول لي والله يا علي، أنا أمي للأسف الشديد من مشاكل الحياة وهموم الحياة والتوتر الشديد جالها السرطان، ورحنا للدكتور والدكتور قال لها انت جالك سرطان. امي زعلت جدا. ام البنت كانت هي عايشة لوحديها زي ما كل الناس عايشين لوحديهم. فمعظم الناس اساسا حتى لو احنا عايشين في عيلة، معظم الناس دايما كده حاسين بالوحدة، لان واسفة بقولها واسفة على حقيقة، على حقيقة مرة دقنا طعمها، ان مفيش تفاهم بين البشر إلا القليل. يعني صعب تلاقي حد من البشر حواليك يفهمك وكل حاجة، مفيش إلا القليل. يعني ممكن تلاقي، يكون نادرا نادرا تلاقي. فالخبر الحلو اللي أنا طول ما أنا بفتكره كده ما شاء الله ببتسم. كيف شفيت أمها؟ لا إله إلا الله، ما أعظمك وما أرحمك يا رب. لكل إنسان نفسه في دواء من قلبه. والله لو الإنسان فعلا عايز الدواء ربنا بيبعته له، يعني بس أنت محتاج تبحث عن الدواء. فأنا حاليا دلوقتي في اسطنبول، وكنت بروح الكورس، يعني بتعلم وكده، بتعلم لغات. فزميلة من الطلاب يعني بتدرس معايا، بعد ما خلصنا الدرس في الاستراحة كل الطلاب قاعدين فبنتكلم عن الحياة. بتقول لي يا علي، لما عرفت إن أمي أعز إنسان ليا في الدنيا جالها السرطان، فقلت لها يا ماما، يا ماما يا حبيبتي، تعالي اقعدي عندي يا ماما. فأمها جت وقعدت معاها. البنت ديت كان عندها قطة مياو، قطة يعني. فإيه اللي حصل؟ أمها وهي نايمة في البيت، البنت بتلاحظ إن القطة بتطلع على أمها، على جسم أمها، وبتعمل مساج بإيديها كده لجسمها. إيه ده؟ سألت البنت ليه كده؟ هي القطة بتقول هي بتاخد الطاقة السلبية والأمراض من جسم أمي، بتديها طاقة إيجابية وحب وحنان. قالت بعد 3 شهور بالظبط ما شاء الله أمي شفيت من السرطان. ورحنا عملنا تحاليل، الدكتور قال لها انت عملت ايه؟ راحت قالت للدكتور والله يعني بنتي عندها قطة، والقطة دايما كانت قاعدة جنبيا، والورم كان ورم في رجليها، اللي هو في السرطان جه في رجليها للأسف الشديد. فايه اللي بيحصل؟ دايما القطة بتقعد عند الورم، المرض السرطان اللي في رجليها ده، دايما بتقعد عند رجليها وبتعمل لها مساج برجليها كده. سبحان الله. الدكتور رد عليها قال لها ايوه صح، ان القطه بتساعد جدا انك انت يعني ان هي تشيل تماما مرض السرطان من جسمك. طيب ازاي يا دكتور؟ فهمنا لو سمحت. الدكتور بيقول ان كل انسان فينا عنده خلايا سرطانيه نائمه، وهي الخلايا النائمه السرطانيه ديت بتصحى وقت الغضب. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد جاله وقال له يا رسول الله أوصني، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه وقال له لا تغضب. الراجل طبعا قاعد قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعايز ياخد كل النصايح وكل الوصايا من حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالوصية الأولى من الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب. قال له طيب بعد كده
يعني أوصني تاني يا رسول الله. الوصية التانية الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب. فتمام، فالراجل خد الوصية التانية اللي هي لا تغضب. فقبل ما يقوم ويسيب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، فقال له طيب اعطني الوصية الثالثة، أوصني يا رسول الله الوصية الثالثة. الرسول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرحيم قال له الوصية الثالثة، قال له لا تغضب. على شفتوا بقى؟ فالخلايا السرطانية ديت بتطلع وقت الغضب، بتصحى، بتستيقظ. الخلايا النائمة ديت بتطلع وقت الغضب يا جماعة. فدي هي نصيحة غالية جدا. فاللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة مهمة جدا عايز أقولها. لما الدكتور قال إن الخلايا السرطانية دي بتطلع وقت الغضب، فالواحد المفروض يكون على حالة كويسة. فالدكتور قال لها إنك انت عندك حيوان في البيت. الحيوانات ما فيهمش حقد ولا كره ولا حسد ولا غيرة. الحيوانات بس بتدينا طاقة إيجابية. والله العظيم أنا أحكي لكم على حكاية شخصيا لي أنا حصلت. الحكاية دي أنا ما سمعتهاش من حد، معايا أنا حصلت في البيت اللي أنا عايش فيه. قبل كده ما كانش عندي حيوان في البيت. والله من أسبوع لأسبوع بيجيلي كوابيس، بيجيلي كوابيس وبخاف. بقولها لكم اهو يا جماعة. حتى لدرجة قلت لصاحبي يا صاحبي انت فاضي النهاردة؟ تعالى يا عمي ندردش مع بعض، عايز اتكلم مع حد. شفتوا اللي حصل؟ وفي كمان حاجة كمان عايز اقولها. والله قبل ما يكون عندي حيوان في البيت، انا كنت تقريبا كل اسبوع واحيانا في الاسبوع مرتين بلاقي كأن حاجة كده بتحصل لي، بتخنقني. مش بتخنقني نايم كده، كأنها بتيجي عليا وكده، بتيجي وايه وبتخنقني وبتقعد كده. سبحان الله، بتيجي والله وانام كده احلم احيانا الاقي مثلا حاجات كده غريبة وحاجات مش كويسة وبتخنقني، ولدرجة اني وانا قبل ما انام بسيب اللمبة مفتوحة. والمعلومة ان اللمبة لما بتكون مفتوحة الواحد ما بيعرفش ينام النوم الصحي يا جدعان. لا اله الا الله. فبعد كده والله لما جبت الحيوان الجميل بقاله سنة ونص معايا، خلاص مفيش اي كوابيس. والقلب اللي داخل جسمي ده قلبي بقى قوي جدا، ما خافش من اي حاجة، من اي كوابيس. بقيت شجاع جدا جدا، وبقيت مؤمن بالله جدا جدا جدا. ولا يهمني الانسان المؤمن، المؤمن قوي بإيمانه وقوي بربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت انسان قوي مفيش حاجة تجيلك. فوالله من ساعة ما جبت الحيوان الجميل في البيت بقى بيديني طاقة إيجابية جميلة جدا، واتقربت لربنا أكتر وأكتر وأكتر. وحاسس كل يوم الواحد سعيد، هدوء تمام، ومش حاسس كمان بوحدة. أيوة هي دي الحقيقة، والله ما حاسس بوحدة. لأن طبعا الإنسان جاية من كلمة الأنس. إحنا الإنسان يعني يتونس، الإنسان محتاج أنس وونس. حاولت أشوفه بين البشر ما لقيتش الإنسان اللي فيه تفاهم بيني وبينه. فلما جبت الحيوان ده هو بقى أنيسي. لغاية يوما من الأيام لو لقيت فعلا يعني شريك حياتي، شريكة حياتي اللي فيه تفاهم، على خيرة الله. لو ما لقيتش أنا مبسوط برضو دلوقتي. فنرجع لموضوعنا المهم جدا يا جماعة. الامرأة التركية ديت كيف شفيت من السرطان؟ بسبب قطة. لأن الحيوان بيدينا طاقة إيجابية. بس الواحد لما بيكون زعلان ويحضن الحيوان أو يطبطب عليه أو يوكله أو كده، كل الطاقة السلبية تروح والإنسان يكون سكينة تحصل له. علشان كده أنصح أي حد يكون عنده السرطان يجيب كده حيوان في البيت، قطة أو أي حاجة أنت تحبها. يجيب عنده كده حيوان في البيت جميل يحبه. أي حيوان أنت شايفه أنت بتحبه، منه هيكون صديقك ومنه
يقعد كده كأنه فاهم، كأنه إنسان بيعمل حركات وبيضحكك، وبتحس كده ان انت مش لوحديك، وبيديك حب كل شويه، بيجي جنبيك يقول لك احضني، طبطب عليا، ملس بايدك عليا. وهتلاقي نفسك كده والله هدوء تام جدا جدا، والمرض السرطان هيروح من عندك تماما. فأحبائي وأعزائي، رجاء الفيديو ده ممكن لو سمحت تعملوا له مشاركة شير على جروبات الواتساب عندكم، لعل أحد يكون مصاب بالسرطان ويشوف الفيديو والمعلومات ديت تكون سبب إن مرض السرطان يروح تماما من عنده إن شاء الله. ولمزيد من الفيديوهات اشترك في قناتي وفعل زر الجرس. تحياتي ليكم، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.